ليش مشدك ترند في كل الدول ودائما سولد اوت وتسوي ضجه بهالطريقه؟ لانه مش نفس اي مشد قد جربتوها وشفتوه قبل من الشركات الثانيه الاجنبيه اللي هي ما تناسب اساسا رسمه الاجسام العربيه. انا اول وحده في الوطن العربي تسوي رسمه الاجسام العربيه اللي هي تزم الخصر وما تضغط على الارداف او من ورا يعني من الخلف. واهم نقطه عندي انها ما تعطي نتيجه مؤقته تحت الفساتين للمناسبات والاعراس وانتم تشوفون يرجع كل شيء يترحل الزوايد تطلع، لا اللي يستمر عليها تعطي نتيجه دائمه تبين عندكم للابد. تضاعف وتصغر مقاسات الخصر والبطن، تعطي رسمه من هني تدخل الخصر القاصر، وايضا تخلي البطن مفتوح لاصق في الظهر لين توصلين لمرحله خصر تكون هاي صغر وخاشم بالصغر كأنك كاسره ضلوعك. مع الاستمرار عليه توصلين لمرحله حتى لما تسلخين المشد الجسم مرسوم ومنحوت، يعني صدق كأنك مسوي عمليه نحت من غير عمليه. واهم نقطه نفس ما قلت لكم ما يضغط على الارداف. من الجوانات اللي عندهم خفسات على الجوانب بنوتات او يبون شيء يكبر لهم من الخلف من ورا، عندكم هذا المشد ممتاز يملي الخفسات على الجوانب ويكبر الحوض ويزم الخصر فتصير الرسمه كيرفي جميله مخوصر الجسم ويكبر من الخلف من ورا بطريقه يكون الشكل طبيعي والملمس طبيعي وما يبين تحت الفساتين. بتدعوا لي عليه. مشد الصدر بنوتات يرفع الصدر، يشد الترهلات، ومشد اليدين يضعف الزنود، وايضا كذلك يشد الترهلات يمنع تكون طبقات الدهون او يكون في حز او يعني حفظ. بصور لكم الارفف عشان تشوفون بروحكم ترى كل شيء مخلص سولد اوت. بالنسبه لزيت الاعشاب مال الشعر اخر علبه خلاص، هاي الارفف فاضيه. السشوار اخر سشوار والله العظيم. المجموعه اللي صورتها لكم هذه اخر من حبه باقي منها. عندكم شاي تخسيس عشوبه اللي ضعفنا 40 كيلو باقي اخر 3 حبات، يعني كل شيء مخلص. الديودرنت مزيل العرق المبيض باقي منه شوي، هذا باقي منه شوي، الصوابين باقي منها شوي وبس، الباقي كله سولد اوت. فالحقوا بسرعه، كل شيء باقي منه حبه حبتين والله، يعني حتى العطور هاي اخر 3 حبات خلاص كل شيء مخلص. رموش المغناطيسيه بنوتات تبارك الرحمن دائما يسالوني عنها البنات. شوفوا محلاها تكبر العين ترسمها وتسحبها سحبه جميله تخلي العين فاتنه. طبعا رموش مغناطيسيه بدون لصق او قلوط تكبر العين ورهيبه، يعني ما تخز العين، ما تحسس، ما تحمر العين، ما تخلي شعر رمشك الطبيعي يطيح او يتساقط، لانه ما تستخدمون فيها لصق، هي بالمغناطيس تستخدمونها اكثر عن 100 استخدام. كان لانها قد خلصت سولد اوت في الامارات في قطر وقالوا لي ليش ما وفرت لنا اياها مره ثانيه، فزعلانين من البنات. باقي اخر حبه من كل عطر الحق عليهم، ما يحتاج اشرح لكم الروايح تعق الطير من السماء، كل واحد احلى عن الثاني والثبات يومين. اقسم بالله تركيبه العطور يوم بتمشون فيهم في الشارع كل حد بيوقفكم بيسالكم شو حاطين من العطور، جربوهم وادعوا. جاي تخسيس عشوبه بنوتات ضعفني 40 كيلو، انا مسمتلنا البديل الامن لابر المنجار وعمليات التكميم. اول شيء امن مرخص طعمه حلو، يضعف من 3 الى 5 كيلو في الشهر بدون دايت ورياضه بدون تعب بدون حرمان، ويسد الشهيه وديتوكس كامل للجسم، ينظف الجسم من السموم ويشيل حتى نفخه القولون من البطن، الغازات، كل هذه الامور. زيت ال 15 عشبه الزيت الوحيد اللي نبت لي شعر اماكن الفراغات، كان عندي فراغات للثعلبه وقد صورت البنات كيف كانت وما خليت ادويه علاجات ابر كل شيء جربته ما في شيء فاتني. الزيت الوحيد اللي نبت لي الشعر في اماكن الفراغات كثف شعري، صدق يخلي الشعر كأنه باروكه، يطول الشعر بسرعه رهيبه بنات ويوقف التساقط من اول استخدام. تدعوا لي عليه وريحته حلوه وما يخلي الشعر. مزيل العرق هذا بيخليكم تنسون شيء اسمه سواد او تصبغات في منطقه الباط، يشيل كل السواد يمسحها، سواد السنين بنات، يخلي الباط قطمه بياض الثلج، يفتح يبيض 7 درجات ويشيل روائح الكريهه، يخلي ريحه خنينه طول اليوم، فواحه جميله. الكريم السحري بنوتات اللي يخلي كل حد يشوفني في الطبيعه يقول لي مره تبارك الرحمن تفاجئنا ببشرتك كيف في الطبيعه كأنها مفلتره، كنا نتحرى ان هذا بس في التصوير، في الطبيعه احلى واحلى. فشو تحطين من كريم اساس او فاونديشن؟ ابى اقول للكل ركزوا معاي، السر في واقي الشمس، هذا مش في الفاونديشن اللي احطه. واقي الشمس هذا علاجي بنوتات، فيه فيتامينز للتفتيح والتبييض، يفتح يبيض، يشيل هالات سوداء تحت العين، التجاعيد، يشد الوجه ويعطي نظاره خطيره، يخلي الوجه زجاجي، البشره تصير سيراميك تبارك الرحمن، والمكياج من بعده يصير قطعه واحده ما يخطط. المجموعة هذه علاجية بنوتات، عضوية خالية من السلفات، البرابين، السيليكون، أي مواد كيماوية، فتناسب الأطفال، الكبار اللي عندهم حساسية، أكزيما، قشرة، تعالج الشعر بالكامل، الشعر التالف المحروق من الصبغات، الشعر المتقصف من الأطراف، الشعر اللي يكش وينفش في الرطوبة، بتشوفون كيف يصير الشعر تبارك الرحمن حيوي وفيه لمعة وصحي. اقوى مجموعه تبييض وتفتيح للمناطق الحساسه بنوتات، تسالوني عن خبره، ما خليت ماركه لا غاليه لا رخيصه، كل شيء جربته. المجموعه الوحيده اللي مو بكلام دعايات، والله بتشوفون النتيجه من اول اسبوع، بتدعوا لي عليها، تفتح وتبيض من 5 ل 7 درجات بطريقه امنه، درجه البياض اللي توصلونها تقعد عندكم للابد، ما ترجع تمج المنطقه نهائيا ولا تسبب حساسيه في المنطقه ابدا. اخر حبتين باقيات من سشوار الشعر، متخيلين السشوار الصامت ما يطلع صوت، يكثف الشعر ويعطي فوليوم، حتى لو شعرك فصلتين يخليه كثيف تبارك الرحمن في فوليوم، كنا باروكه غليظ يبين شعرك، اسرع واحلى وارخص عن شغل الصالونات بمليون مره، بتدعوا لي عليه. بنات
الشعر مالي خطير رهيب فوق ما تتصورون. مخلص من هني سولد اوت، بس تقدرون تطلبونه اونلاين من الرقم. الشعر يوم تسوونه عادي يقعد عندكم الشعر تسريحه يومين ثلاثه، رهيب 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 فوق ما تتصورون. بحط لكم صورته وبحط لكم فيديو عنه، شوفوه وكلموهم اونلاين اذا متوفر، لانه في المحلات سواء في عالم قارات او في ساحه اكل مخلصات سولد اوت. صوابين هذه بنوتات الحقوا عليها بعد، باقي منها كميه بسيطه بتخلص. صابونه حليب الحمار تفتح تبيض الجسم بالكامل خاصه ركب الاكواع. عندكم صابونه الكركم تشل الحبوب واثار الحبوب من الجسم بالكامل خاصه الاكتاف والظهر. وعندكم صابونه الحبه السوداء وحبه البركه شد ونضاره للوجه. الصابونه كانت 3 ريالات، كانت ب5 ريالات صارت 3 بعد الخصم. وعلاجيات الحقوا عليهم. عشان تصدقوني يوم قلت لكم عيوني تفتن اكثر، ها تلفوني محروق، كل حد يسالني عن النقاب اللي لابسناه من وين، استوى ترند. مع ان انا ما اخذت لنا بنوتات حق الحالات الحرجه، يوم ما بطلع اخلص مشاوير بسرعه، ما الناس يعرفوني، ما يتجمهرون علي، فاخلص مشاويري تشي بسرعه وينفتنون الناس اكثر. فنقابي ما اخذت لنا من متجر اليونا بنات، وايد نقاباتهم حلوه، الخامه حرير، ما يتوسخ ما يتكرفس، فيه قياسات اللي ما تحب القصير فيه اطول، القصه سعوديه وايد جميله. شوفوا كيف فخم وجميل. عاده ينباع ب6 ريالات، الحين مسوين عليه عرض ب4 ريالات، بحط لكم رقمهم.